الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأخ عمر كابوري خديم الحضرة التجانية ببوركينا فاسو. حقيقة نحمد الله ونشكره على أن أتاح لنا هذه الفرصة الذهبية لحضور ومشاركة هذه الفعاليات المباركة. وعلى هذه الأمسية نحن ما جينا إلا أصالة عن نفسي ونيابة عن شعب بوركينا فاسو، خلفاء ومقدمين، أحبابا ومريدين. جينا لنشارك مع الشيخ إبراهيم نحتفل به ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان الشيخ بنفسه كان يهنئ العالم ويهنئ نفسه بقوله: هنيئا لإبراهيم لاها هلاله هلال البدا للناظرين جماله. هنيئا لإبراهيم لاها هلاله هلال البدا للناظرين جماله. هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وأما نواله. فنحن نهنئكم ونهنئ أنفسنا ونهنئ العالم الإسلامية على هذا الليالي المباركات، ليالي الليلاء الذي كل العالم تحتفل به، كما قال الشاعر أن الأرض والسماء كلها تهللت فرحا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشكركم جزيل الشكر ونشكر كل الذين قاموا بتنظيم هذا الحفل العظيم إكراما لضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشكركم على حسن الاستقبال، ونشكركم على هذا الكرم العظيم، ونشكركم على الضيافة، وجزاكم الله عنا كل خير. فالشيخ إبراهيم يقول: كل من جاد بشيء لمولد المختار أي كرامة من أي فإنه كمن ولي. فلذلك نحن نشكر كل الذين قاموا باستضافة ضيوف رسول الله، وعلى رأسهم فتيان صدق، وعلى رأسهم الرئيس السيدي أخي وزميلي في الله باي أمو، الذي عرفناه منذ أن كنا صغار، كنا معا في موريتانيا وما زلنا حتى الآن. جزاه الله عنا كل خير. عرفناه أنه رجل سجي، رجل شجاع، رجل سخي، رجل يؤتي وينفق كل ما عنده كله خدمة لضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يزيده بركة ويزيده فتحا، وأن يبقيه ويقويه ظاهرا وباطنا، وكل زملائه الذين يساعدونه في فتيان صدق، وكذلك أخي الشيخ أحمد ابن الشيخ أحمد دم، جزاه الله عنا كل خير، ومصطفى، وكذلك الشيخ طيب، جزاهم الله عنا كل خير، وكل اللجان الذين يعني نظموا هذا الجودة في التنظيم، جزاهم الله عنا كل خير. ونشكر كل شباب المدينة وكلا باسمه وعينه، ولا يمكن أن أنهي حديثي دون أن نشكر الذي أسس لنا هذا القدم العظيم، مولاي وخليفة المعظم، خليفة أهل الدنيا وخليفة أهل السماء، خليفة الشيخ الإسلام، مولاي وشيخي الشيخ محمد الماهي إبراهيم إنياس، أطال الله لنا بقاءه وأيده بالنصر وقبول، وحفظه الله بما حفظ به الذكر الحكيم. وكما عبره لا ننسى نشكر الإمام الأكبر أسد الدين وأسد الطريقة والفائدة، صاحب الهمة الآلية، شيخي ووالدي الشيخ الإمام أحمد تجاني اليوسيسي، جزاه الله عنا كل خير. كذلك وكيل دعد الذي صاحب الحفلة
صاحب المولد جزاه الله عنا كل خير، ونحن علمنا أنه يعني يعاني من صحته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد له الصحة، وأن لا يراه الله بعثا أبدا، وأن يشفيه شفاء تاما، شفاء الذي لا يغادر صغيرا ولا سقما، بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يطيل لنا بقاءه حتى يكون بيننا دائما لما يقوم به من التهنئة والمولد. وشكرا له ولأولاده. وكما لا ننسى أن نشكر شيخي وأخي الشيخ محمد الماهي الشيخ محمد الماهي علي سيسي، الذي يعتبر الناطق الرسمي باسم الفائدة وباسم الحضرة الإبراهيمية، وهو الحمد لله يعني كان معنا قبل أيام وعاد إلينا وغادر عندنا، ونحن فرح به ومسرورين به. جزاه الله عنا كل خير. ونبشر كل أبناء الحضرة بأن دعوة الخليفة ودعوة الإمام قد استجاب، والحمد لله أمن بوركينا فاسو قد عادت إلى محلها. وكل هذا إن دل على شيء فإنما يدل على دعوة الشيخ إبراهيم لأهل بوركينا، الذي ذكر القبائل التي لبوا دعوته منذ فجر الأول، منذ أول فجر الفيدة، وقال أولهم حوسا وأهل جرما كذا دقم الخير فيهم أما وجاءني يربى كذاك موشي. فأهل موشي هم من الذين لبوا دعوة الشيخ إبراهيم. والشيخ عندما ذكر هذه القبائل نجد أن جلها من هي قبيلة عريقة من قبائل بوركينا فاسو. إذا نشكر كل شعب السنغال وكل سكان مدينة الشيخ إبراهيم على دعائهم لنا لبلادنا بوركينا فاسو، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن تعيد الأمن والسلام في بلادنا بوركينا فاسو، وكذلك بلاد قارة إفريقيا وللعالم الإسلامي أجمع. وجزاكم الله عنا كل خير، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا